في زمان بعيد في قصر فخم من قصور الملوك كان في قصة حب شكلها من بره مثالي، بس جواها أسرار أكبر من إنها تتقال في يوم وليلة. حاكم قوي وست جميلة الكل بيحسدها على مكانتها في قلبه، وكل الناس كانت فاكرة إن النهاية ما بينهم هتكون زي الحكايات، حب أبدي للنهاية. لكن في ليلة واحدة اتبدل فيها كل حاجة، والمروحة اللي بدأت بيها الحكاية انتهت بحاجة ما حدش كان يتخيلها. فيها خيانة، فيها اختبار، ولا فيها لعبة أكبر من مجرد حب. بس قبل ما نعرف ايه قصة المروحة والفاس، نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك اللي بيفرق مع القصة ويخليها مسموعة لناس أكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. ويلا تعالى اقعد واسمع، علشان دي مش قصة عادية، دي حكاية المروحة والفاس وحقيقة الوعد اللي بيتكشف في الآخر. كان يا مكان في زمن من الأزمان في بلاد اليونان كان في حاكم مشهور بالحكمة والعدل، بس قلبه كله كان مع ست واحدة وهي مراته. كان بيحبها حب فوق الوصف، لدرجة إنه حبه ليها خلاه مش قادر يتخيل إن حد غيره ممكن يلمس إيديها حتى بعد موته. كان ساعات بيقعد معاها في هدوء الليل ويبص في عينيها ويقول لها لو أنا مت هتحبي غيري؟ فتقول له وهي بتحط ايدها على صدره ده انت روحي، احلف لك بايه عمري ما هحب حد بعدك ولا هتجوز غيرك مهما حصل. كلامها كان بيريحه شوية، بس قلبه كان دايما قلقان. وفي ليلة من الليالي وهو راجع من جولته حوالين المدينة عدى جنب المقابر، وهناك لمح حاجة غريبة. واحدة ست قاعدة جنب قبر جديد والتراب لسه مبلول، وفي ايديها مروحة وقاعدة بتهوي بيها على التراب. فاستغرب من اللي بتعمله وقرب منها وسألها بتعملي ايه؟ فقالت له ده قبر جوزي، وانا اقسمت ليه اني مش هتجوز غيره الا لما قبره ينشف، فقاعدة بهوي على القبر بالمروحة عشان ينشف بسرعة، عشان في عريس متقدم لي مستني يخلص وعدي لجوزي. وبكل بجاحة اديته المروحة هدية. اول ما عرفت انه الحاكم، رجع الحاكم لقصره وهو مش مصدق اللي شافه، وشه شاحب والمروحة في ايده. مراته شافته كده وقالت له مالك ايه اللي حصل؟ حكى ليها اللي شافه، وساعتها وشها اتقلب. خدت المروحة منه وكسرتها برجليها وبدأت تشتم الست وتقول له مش كل الستات زي بعض يا حبيبي، في ستات مخلصة وانا منهم، ومهما حصل مش هخونك حتى بعد موتك. بص ليها وقال لها بس قلبي مش مطمن برضه. فقامت قالت له انا هحلف لك تاني ودي مين تالت ان مفيش حد بعدك هيدخل حياتي. مرت سنة وفعلا جه اليوم اللي كان بيخاف منه. الحاكم تعب شديد جدا ومرضه ملوش اي علاج، ولما حس ان ساعته قربت نادى مراته وقال لها فاكرة وعدك ليا؟ فقالت له هي ماسكة ايده فاكراه وعمري ما هخلف وعدي. وبعد كام ساعة مات الحاكم، بس هي رفضت يخرج جثمانه من القصر، وقالت ان هي عايزة تجهز ليه جنازة تليق بيه، وقعدت في اوضتها تبكي وتنوح ودموعها مليان المكان. وهي في الحالة دي جت الخدامة وخبطت الباب ودخلت تقول لها يا مولاتي في شاب من تلاميذ الحاكم جه يزوره، ولما عرف انه مات وقع مغمى عليه قدام باب القصر. فقامت الملكة قالت ليها دخليه أوضة الضيوف وخلي بالك منه. وفي نص الليل نفس الخدامة دخلت تاني وهي مرعوبة مولاتي الشاب بيموت ومش عارفة أعمل إيه. قامت الملكة من مكانها وجريت على الشاب، ولقت شاب نايم على الأرض والمصباح جنب راسه. ولما قربت منه شافت شاب ساحر الجمال، عمرها ما شافت حد بجماله، ووشه منور كأن المصباح ما بياخدش نوره إلا منه، وأنينه موسيقى حزينة بتقطع القلب. قعدت جنبه وقالت له أنا خسرت جوزي وانت خسرت حكمك اللي بتحبه، فخلينا نكون سند لبعض. فقام قال لها بس أنا بموت. فقالت له أنا هعالجك حتى لو علاجك مستحيل. ابتسم ابتسامة خفيفة وقال لها علاج
علاجي مش في إيد أي حد، الأطباء قالولي لازم آكل دماغ ميت مات في نفس اليوم. سكتت شوية وبعدين بصت له بعيون كلها إعجاب وقالت هجيب لك العلاج، استناني. قامت وهي بتترعش وراحت أوضة جوزها الملك المتوفي، وقفت قدام جثته وشالت الفاس بإيديها ورفعتها فوق دماغه، ولما كانت لسه هتنزلها على راسه فجأة ايد الملك مسكت ايديها، صرخت من الخضة ولقيته في ثواني قام واقف وبيضحك، وراه الشاب والخدامة واقفين بيبصولها ببرود واستحقار. فقام قال لها الحاكم وصوته كله وجع وألم من خيانتها لسه شايفة إن المروحة كانت أكتر قسوة من الفاس؟ مين فينا اللي خان؟ مين اللي كسر العهد؟ بصت له بذهول ورعب وخوف، وقعت على الأرض وقلبها اتشل من الصدمة وماتت في ساعتها. وهنا كانت النهاية، نهاية ست باعت الحب وكشفت على حقيقتها في أول اختبار، وهو اللي كان بيحبها حب أعمى لحد ما قرر يختبره بعينه. المروحة كانت رمز للوعود اللي بنقولها وإحنا مش قدها، والفاس كانت نهاية لعهد اتكسر بإيد صاحبته. أوقات الوعد مش بكلمة، الوعد فعل، والوفا مش بيتقاس بالدموع ولا بالحزن، بيتقاس بالمواقف لما القلوب تتزنق والنيات تتكشف. واللي يبيع مرة ممكن يبيع 1000 مرة، واللي يخون وهو بيبكي عمره ما كان صادق. افتكروا دايما ان في ناس وشوشها طيبة لكن جواها فاس، وفي ناس بتختبرك مش علشان بيشكوا فيك لكن علشان يشوفوا الحقيقة قبل فوات الأوان. ودي كانت نهاية القصة بس بداية العبرة. وبكده تكون خلصت قصة المروحة والفاس، واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.